هنبدا اول حاجه بالماتش الاول وهو بيراميدز مع وادي دجله. تمام. بيراميدز طبعا احنا اتفقنا الماتش ده هيبقى صعب جدا كمان، لان وادي دجله لسه راجع من دوري الدرجه الثانيه، فبالتالي هو عايز يثبت نفسه في الدوري الممتاز وعايز يقول انا اقدر انافس. وادي دجله مش فريق مرشح ان هو ياخد البطوله، بس في نفس الوقت هو عايز يقول انا هنا، انا موجود، عايز يصارع الكبار، حتى لو ممكن ياخد مركز كمان ان هو ينافس في افريقيا، رغم ان هي تبقى صعبه شويه عليه، بس وادي دجله بادئ بمعنويات عاليه جدا جدا. هنبدا اول حاجه بتشكيل بيراميدز، واللي بنسبه كبيره هيبدا هو الماتش. اول حاجه في حراسه المرمى احمد الشناوي، في قلوب الدفاع سامي ومحمود مرعي، باك يمين طبعا محمد الشيبي لا خلاف عليه، الباك الشمال محمد حمدي، في نص الملعب هيبدا ببلاتي توريه ومهند لاشين جنبه، وقدامهم وليد الكارتي رقم 10، وهيبدا جناح يمين مصطفى فتحي، وجناح شمال احمد عاطف قطه، ورأس حربة صريح وهو فيستون مايلي. وفيستون مايلي طبعا كان بينافس على هداف السنه اللي فاتت، فدي حاجة مهمة جدا لأن بيراميدز معاها رأس حربة قوي جدا وبينافس على الهداف في كل سنة. ده تشكيلة بيراميدز المتوقعة. تمام. أما عن طريقة اللعب فيوريشيتش احنا كلنا حضرناه السنة اللي فاتت وشوفنا هو بيلعب ازاي وبيحب أو بيفضل يلعب ازاي. يوريشيتش بيفضل يلعب من على الأطراف، وبيعتمد على رأس حربة قوي، ولازم يكون قوي في الهيدرز علشان هو أغلب الوقت بيرفع عرضيات. وطبعا فريق فيه محمد الشيبي لازم يعتمد على العرضيات. محمد الشيبي اوفراته بتبقى مظبوطه بالمليمتر، وطبعا شفنا جونه في الاهلي تسديده بوضعيه غريبه بس جات جون، وفي نفس الوقت شفنا عرضيات كتيره جدا ليه السنه اللي فاتت. فهو بيعتمد على الاطراف، وخاصه مصطفى فتحي اللي بيقدم مستوى رائع جدا من السنه اللي فاتت. ده اول حاجه. وادي دجله بقى هيتصدى ازاي لبيراميدز؟ ادينا هنتفرج ونشوف، لان احنا ما شفناش وادي دجله بالشكل الجديد بتاعه ده، لان هو قعد فتره تحت ولسه طالع، فاحنا لسه مش عارفين هيبدا ازاي، بس بنسبه كبيره هيبدا قوي جدا جدا جدا. فاتمنى يكون ماتش ممتع، وانا اتوقع ان هو يبقى ماتش ممتع جدا، لان وادي دجله من الفرق اللي بتلعب كوره حلوه على الارض. ده بالنسبه لماتش بيراميدز ووادي دجله.